دكتور أحمد، نخش بقى على طول في الموضوع اللي يشغل زي ما قلنا بال كتير من الناس، في سواء كبار أو صغار، حساسية الجيوب الأنفية. عايزين بقى في الأول ببساطة كده حضرتك تكلمنا يعني إيه حساسية الجيوب الأنفية؟ هو عشان نعرف ايه هي حساسية الجيوب الأنفية لازم نعرف ايه هي الحساسية بوجه عام وبشكل مبسط للناس. الحساسية هي عبارة عن استجابة مفرطة لمؤثر طبيعي، قد يكون مؤثر خارجي أو داخلي. تمام. الاستجابة المفرطة دي بتظهر بأعراض مفرطة حسب الجهاز اللي بيحصل فيه الحساسية. لو هي في الجيوب الأنفية هتبقى الاستجابة المفرطة دي تتمثل في أعراض زي سيلان الأنف، حكة الأنف، العطس المستمر، انسداد الأنف، الإفرازات المستمرة، وهكذا. تمام. طيب يعني إيه استجابة مفرطة أصلا؟ يعني ايه استجابة مفرطة؟ يعني مفترض ان انا في اشياء طبيعية زي بعض المأكولات زي اللبن او البيض او بعض الملموسات زي الصوف مثلا، لما اتعرض ليهم ما يحصلش استجابة لجسمي خالص، الجسم ما يتفاعلش معاهم ولا يعمل استجابة. تمام. لكن في المريض الحساسية بيبقى فيه استجابة مفرطة بقى للحاجات ديت، ويحصل لما المريض يتعرض ليها يظهر عليه الأعراض حسب الجهاز المتأثر أو المتضرر بحساسية. مم. لو هي الجيوب الأنفية هيبقى ليها أعراضها، لو هي الصدر يبقى فيه أعراض حساسية صدر، لو هي الجلد هيبقى فيه أعراض حساسية جلد، لو هي العين هيبقى فيه أعراض حساسية عين، وهكذا. وده طيب. اللي هنعرفه يعني إن شاء الله في البودكاست النهاردة.